بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما نبدا كده خلينا نبدا بالصلاه على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. موسم القرنبيط بقى ما ينفعش يعدي كده من غير ما نعمل اكله الحكايه دي، بجد اقسم بالله اكله عظمه كده. دي الاكل اللي يدفي في الشتاء بجد والله. هنعمل شويه قرنبيط يا بنات مقرمش كده من بره وطري وزبده من جوه، وكمان التتبيله بتاعته كده مليان من جوه. صوص التتبيله كده بيخلي طعمه اقسم بالله كل قرنبيطه بتوديكي في ناحيه تانية كده. وهنعمله كمان من غير بيض، وهنحط عليه كمان مكون سري هيخليه ما يشربش زيت معانا نهائي. لو عايزين تعرفوا الطريقه ديت يا ريت تكملوا الفيديو معايا لعند الاخر. بس قبل ما نبدا يا رب كده الهي ربنا يرزقك بالصحه والستر والستيره، ويرزقك بر ولادك، ويرزقك بالذريه الصالحه، ويرزقك بزياره بيت الله الكريم يا رب في شهر شعبان الجاي. يلي تنزل اسفل الفيديو تضغط على كلمه اشتراك وتشترك في الفيديو في القناه وتعمل لايك للفيديو. تعالي بقى نقول بسم الله ونصلي على الرسول. اول حاجه القرنبيطه لازم تكون معايا متقفله زي ما انتم شايفينها كده من قدام. يعني هي بس متقفله، يعني ما يكونش بين كل ورده فراغات، يعني لازم تكون لفه حوالين نفسها كده مقلوظه زي ما بيقولوا كده. بعد كده دي ما بشتريها من السوق عشان تبقى معايا كويسه ما تكونش بايظه من جوه. بشيل الراس بتاعتها وبقطعها لوردات، بشيل من عند الفروع كده، بقطعها بالسكينه من كل فرع كده زي الكرنب كده بقطعها ولوردات كده. بعد كده بعد ما بقطعها الوردات بتمسكي الورده الكبيره اللي انت مقطعاها وقطعيها لورده صغيره زي ما انت عايزه كده، يعني على حسب حجم الورده. لو انت بتحبي حجم الورده كبيره تمام، لو بتحبيها صغيره قطعيها صغيره من عند الفروع بتاعتها كده. وهاتي بوله ورصي فيها القرنبيط اللي انت قطعتيه. القرنبيط ما بتغسلش ولا اي حاجه، رصيه بس زي ما هو كده. الحاجات اللي موجوده عليه من فوق ده بتنزل لما بينسلق. بعد كده هنجيب حله عشان نسلق فيها بقى. احط معلقه من الكمون ومعلقه من الملح، تمام. وهرص القرنبيط اللي انا قطعته من غير ما يتغسل، من غير ما يتغسل القرنبيط ما بيتغسلش. بعد كده بعد ما برصه برفعه على النار. بياخد معايا يا حبايب قلبي 5 دقايق بس على النار. من اول ما النار بتغلي احسبي له بس 5 دقايق وطلعيه من النار. بعد كده هنيجي نعمل له الخلطه السائله. بخرط حزمه من الخضار المشكل، بعد كده بنزل عليهم بكوبايتين من الدقيق ومعلقه يعني من الثوم المهروس، وبعد كده 3 معالق من النشا ومعلقه من الكركم بديل البيض. بعد كده بنزل بالبهار، معلقه صغيره من الكمون والفلفل الاسود والبهار المشكل والكزبره ومعلقه كبيره من الملح، اي بهار موجود عندك. وهاتي بقى مج ميه وانزلي عليهم وقلبيهم باي مضرب يدوي عندك. لو عايز تاني حطي له برده، يعني هو بياخد كوبايتين الا شويه كده ميه. القوام بتاعه بيكون يا بسمه اخف شويه من الايه، من القوام بتاع الكيكه كده زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله. بعد كده هنيجي نعمل بقى الخلطه الجافه بتاعته. 3 كوبايات من الدقيق ومعلقه صغيره من الملح، تمام كده، ومعلقه من الكركم، وقلبي ده كله، ومعلقتين من النشا وقلبي ده كله مع بعض. بعد ما بنقلبه تقليبه كويسه كده بالمضرب معايا، اركني بقى ده كله على الناحيه. والقرنبيط في الوقت ده هيكون استوى معايا وفله وتمام قوي. هطلعه بقى وهحطه في التتبيله السائله. عايزه تسيبيه يتبل شويه تمام، سيبيه يتبل قيمه 10 دقايق. مش عايزه تسيبيه، هو اصلا ما شاء الله بيشرب التتبيله وبيبقى اقسم بالله كانك بتاكلي في لحمه كده، حاجه كده بتبقى طعمها جبار. بعد ما بطلعه بالتتبيله حطيه في الدقيق وهاتي طبق ورص عليه اللي انت هتعمله كله برضو بالمنظر ده. بعد ما بطلعه من التتبيله وبحطه في المكونات الجافه بتاعته، الخلطه الجافه، تمام. وبرصه في طبق عشان اخده. بعد ما بخلص الكميه زي ما انتوا شايفين كده هجيب طاسه بقى واحط فيها زيت. انا كنت حمرت كميه بس نسيت اصورها، فجيت اكمل الكميه التانية بقى. بنزل عليه في الزيت، حمريه بقى، شوفي الدرجه اللي انت عايزاه ذهبي او غامق شويه على حسب ما انت بتحبي كده. اقسم بالله يا بنات شويه قرنبيط بصوا شكله اصلا بيتكلم عن نفسه كده. هاتي طبق بقى وانزلي فيه بخضار من تحت كده، شويه خضار للتزيين كده. وبعد كده رصي القرنبيط بتاعك بعد ما اتحمر كده. بصوا بيفضل معاكي مقرمش حتى بعد ما بيبرد، اقسم بالله بيفضل معاكي حتى بعد ما بيبرد. رصي بقى. بعد كده في الوقت ده انا بكون عندي شويه خضار صغنطاطين كده مقطعاهم وبرشهم على فوق على وشهم كده من فوق بقى. وقدمي احلى طبق قرنبيط للعيله كلها. اقسم بالله شويه قرنبيط بتتبيله عظمه كده. الكل هيقولك انت عملتيه ازاي. لو عجبك الفيديو يا ريت يا ريت، ولو استفدتوا ولو حاجه قليله مني يا ريت ما تبخلوش عليا باشتراك في القناه، وتعملوا لايك للفيديو وتشيروا الفيديو لاكبر عدد من الناس.
إلهي ربنا يكبر بخاطر كل اللي ينزل اسفل الفيديو يضغط على كلمة اشتراك ويشترك في القناة، وقولوا لي ايه رأيكم في التعليقات، ولو عايزين اي وصفة سهلة وبسيطة قولوا لي عليها في التعليقات، وان شاء الله هنزل فيها في الفيديو الجاي بإذن الله. سامعين صوت الخرفشة؟ اقسم بالله شوية قرنبيط بيتكلم عن نفسه، مش محتاج حاجة جنبه اصلا، بيتاكل كده. شايفين التتبيلة ما شاء الله ماسكة فيه جوه ازاي ومثبتة فيه ازاي، مش سايباه اصلا. شوية قرنبيط سكر كده وعسل زيكم كده، وبألف هنا وشفا على قلبكم يا رب. وما تنسونيش بدعوة حلوة كده في شهر رجب المفترض. إله ربنا يرزقكم ويرزقكم بالصحة وما يحوكم ويوسع في رزقكم ويرزقكم رزق يا رب من حيث لا تدري، لا تشترك في